صفقات واخبار نادي الزمالك والنادي الاهلي واخر المستجدات والتنقلات وما سيحدث داخل النادي الاهلي وداخل نادي الزمالك كله بالتفصيل في الفيديو ده. لايك واشتراك في القناه وكمل معايا الفيديو الاخر. نبدا التفاصيل والاخبار بنادي الزمالك. النادي الزمالك مش عارف يلاقيها منين ولا منين. نادي الزمالك القضيه ال 17 ترجع من تاني. نادي الزمالك حل مشكلتين بس وايقافين بس من ايقاف القيد علشان نرجع لنفس الازمه، ونادي الزمالك يرجع ايقاف قيد 17 عليه حاليا، وهو بسبب مساعد المدرب الراحل يانيك فيريرا، وليه عند الزمالك 60,000 دولار والزمالك ملزم دفعهم. والمدرب المساعد يانيك فيريرا رفع قضيه على نادي الزمالك، والزمالك اتحكم عليه بالايقاف القيد ال 17 بسبب مساعد يانيك فيريرا وصفقة الزمالك. والكلام على الصفقات كلها في الفيديو ده. والزمالك بيبدأ صفقاته بلاعب جزائري من مواليد سنة 2000، واللاعب الجزائري ده هو حسام الدين رزيق، واللاعب ده بيلعب في الدوري الروسي في الوقت الحالي. واللاعب ده لاعب ارتكاز مركز 6 في الملعب، لكن لاعب بيجيب التحركات داخل الملعب، تكتيك دفاعي قوي جدا، بيجيد ان هو بيعرف يتحرك ويطلع بالكوره من الدفاع للهجوم بصوره سريعه جدا وسلاسه جدا في تحرك الكرة من الدفاع للهجوم نسبة للاعب ده. اللاعب هيعرف وهيفرق جدا مع الزمالك، ان الزمالك في الوقت الحالي يفتقر الى لاعب ويفتقد الى هذه المميزات في اي لاعب، وهو بالمهمة بتاعته بالاخص اللي الزمالك عايز يتعاقد معاه علشان هي تحرك الكرة من الدفاع للهجوم. فالزمالك شايف ان حسام الدين هيفرق جدا جدا معاه من ناحية التكتيك في أرض الملعب. الزمالك شايف إن اللاعب الجزائري سنه صغير 26 سنة، لأن هو مواليد 2000، بيلعب في الدوري الروسي. بيلعب فعلا في دوري أوروبي، لكن ربما يعني الحاجات الضعيفة اللي عنده تكون في الدوري المصري قوية جدا جدا، لأن الدوريات العربية أضعف جدا جدا من الدوريات الأوروبية، وبالاخص الدوري المصري في الوقت الحالي اغلبيته لعيبه محليين. فمميزاته باخطاء حسام الدين اللاعب الجزائري ده هتكون اصلا كلها مميزات في الدوري المصري مع نادي الزمالك. يعني اللاعب ده مجرد وجوده في نادي الزمالك موسم او اتنين هيحصل على افضل لاعب خط وسط في الدوري المصري، لان هو بالنسبه للاعيبه اللي هنا فهو اعجاز لاعب رغم الحاجات اللي ناقصه عنده، لكن بالنسبه للعيبه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي هو اعجاز. اللاعب الثاني وهو علي حمدي، صفقه الزمالك الثانيه. علي حمدي لاعب طلائع الجيش، بيلعب في مركز 6، لاعب هاري شويه رغم ان هو يعني ضعيف جدا بدنيا، او مش لازم جدا بدنيا ونظلم معانا، اللاعب ضعيف نسبيا بدنيا، لكن اللاعب بيعرف يعمل سكرر للملعب في استلام الكرة. يعني اللاعب بيشوف الملعب كله وهو بيستلم الكرة، فاللاعب هتشوف منه يعني طفرة برضه كويسة جدا جدا هتخدم نادي الزمالك. اللاعب أهم مميزاته الثانية برضه إن هو مجاني، والزمالك بيدور في الوقت الحالي على لاعب مجاني، لأن الزمالك لا يمتلك فلوس يدفع للاعب ويدفع للنادي اللي هيجي منه اللاعب، فاللاعب هيخدم الزمالك من ناحيتين في الملعب ومجاني. فالزمالك مش هيدفع اي رسوم انتقال للاعب علي حمدي لاعب طلائع الجيش لاعب الارتكاز. لكن الزمالك اصلا منين هيجيب فلوس يدفع للعيبه دي كلها؟ الزمالك كل القصه انه هو هيبيع نجومه علشان يجيب اللعيبه دي. يعني الزمالك هيبيع نجوم علشان يحل الازمه. يعني الزمالك هيحل الازمه بازمه عزيز المشاهد. يعني الزمالك هيخرب الدنيا عشان يصلحها، فكده ايه مش هتتصلح. يعني هتتصلح ازاي الدنيا وانت كده كده هتخربها عشان تصلحها؟ فما فيش اي جديد في نادي الزمالك من ناحيه الصفقات، لان الزمالك ما زال الزمالك بيضيع اموال على حاجات لا تذكر، بيبيع لعيبه نجوم علشان يجيب بها لعيبه تسد الخانه مش اكتر، بدل ما يلعب ناقص في الملعب مش اكتر. يعني الزمالك ما فيش اي فرق، الزمالك ما فيش اي تطوير، لان الزمالك مش بيضيف نجوم على نجوم، لا الزمالك بيرحل نجوم عشان يجيب لعيبه ينجمها تعلى ماديا
يبيعها ويجيب لعيبه تاني ينجمها وتعلى ماديا يبيعها وهكذا. الزمالك بيفكرنا بالمدرب الاسطوري ارسن فينجر، مدرب اللي فضل سنين مع نادي ارسنال الانجليزي. وارسن فينجر هو كان مشروع حياته كلها مع نادي ارسنال ان هو بيجيب لعيبه يلمعها يخليها نجوم يبيعها، يجيب لعيبه بعد ناشئه يلمعها يخليها نجوم ويبيعها. تحس الزمالك في الوقت الحالي شغال على الكلام ده كله، ما تعرفش مين المستفاد ماديا ولا ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. وعشان ما اطولش عليكم ندخل في اخبار النادي الاهلي على طول. والاهلي وحسين الشحات بالتفصيل. النادي الاهلي عارض على حسين الشحات التجديد، لكن حسين الشحات شايف ان ده ما يناسبهوش ماديا، وشايف ان هو يستحق اكبر من كده من النادي الاهلي، وشايف ان الاهلي تعاقد مع زيزو وامام وبن شرقي وتريزيجيه 4 لعيبه لحد دلوقتي بس، وبيدفع فيهم ارقام كبيره جدا جدا، وما اضافوش وما عملوش تاريخ زي اللي هو عمله مع الاهلي. كمان ما فازوش ببطولات ولا هيعملوا نفس تاريخ، لان اغلبيه اللعيبه دي مش شاطبه كوره وسنها كبير. لكن مع حسين الشحات الاهلي عايز يدفع اقل بكثير جدا جدا. حسين الشحات ربما مش عايز يتساوى باللعيبه دي، لكن شايف ان هو يستحق. حسين الشحات شايف ان هو يستحق رقم كبير، حتى لو الرقم ده مش هيكون يعني نفس الرقم بتاخده اللعيبه، لكن شايف ان هو يستحق. واداره الاهلي عرضت عليه مبلغ مادي وحسين الشحات رفض كامل، وشايف ان هو يستحق الرقم اللي هو طالبه. عايز مطالبه الماديه مش اكتر، ومطالبه الماديه يعني ما اظنش ان هي تكون زي اللعيبه اللي اتكلمنا عنهم الاربع لعيبه زيزو تريزيجيه امام بن شرقي. لكن حسين الشحات شايف ان هو يستحق التقدير، وشايف ان هو لاعب عمل كثير وادى كثير للنادي الاهلي، فشايف انه يستحق التقدير المادي. من وجهة نظري فهو حسين الشحات يستحق جدا جدا التقدير المادي، زائد ان انت حاليا لو حسين الشحات رحل في الوقت الحالي يعني قريب جدا هتسمع رحيل حسين الشحات يا اما الدوري الليبي يا اما الدوري الاماراتي. فانت هتروح فين؟ يعني الاهلي كده بيفضي برضه نجومه وبيفضي اللعيبه القدامى اللي هو بيبني عليهم الفريق. فالنادي الاهلي هيروح فين بعد حسين الشحات؟ مش كفايه علي معلول وكفايه اكتر من نجم راح على النادي الاهلي في امور غامضه وامور ماديه ما كانش يصح ان النادي الاهلي يعملها، ولا هي بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير يحترم، والنادي الاهلي نادي قادر ومقتدر جدا جدا ماديا. فالنادي الاهلي ما كانش عليه ان هو يعمل ده كله مع حسين الشحات، ولكن النادي الاهلي بيخسر نجوم ونجم ورا نجم. والحكايه الثانيه ان حسين الشحات من حقه يطلب اللي هو عايزه. يعني الاهلي هيحصل ايه لو حافظ على الجيل القديم؟ يعني عايز افهمك واحده واحده كده. الاهلي هيحصل ايه لو حافظ على الجيل القديم؟ هيحصل ايه لو حافظ على نجوم ود النجوم اللي خدمت ود النجوم اللي عندها حضور في الملعب مبالغ كويسه جدا جدا؟ مش هيحصل اي حاجه. النادي الاهلي اللعيبه اللي دفع فيها كتير قوي، اللعيبه دي ما اضافتش اي اضافه للنادي الاهلي. اللعيبه ما حصلش اي اضافه ولا اي امكانيات كويسه مع النادي الاهلي. اللعيبه ما شفنا لهاش اي حضور مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ايه المشكله ان هو يدي حسين الشحات؟ الجيل الجديد اللي الاهلي دفع فيه فلوس طالع بموسم صفري. حسين الشحات ده لوحده لما بينزل الملعب المباراه بتفرق، بيتعمل له 1000 حساب، بيخلص لك مباريات قويه، خلص لك قدام الزمالك، خلص لك مباريات فيصليه، خلص لك مباريات بطوليه، مباريات قاريه، خلص لك في كاس العالم، هدف في كاس العالم العالمي. يعني حسين الشحات عامل حاجات قويه جدا جدا مع النادي الاهلي. انت محتاج ايه من لعيب اكتر من كده اهميه؟ حسين الشحات لاعب كان يستحق التقدير، لكن الاهلي ما قدرهوش. حكايتنا الثانيه وهي منتخب مصر. منتخب مصر في استعدادات قويه جدا لمباراه البرازيل الوديه، وصرح الكابتن ابراهيم حسن ان احنا لا نخشى اي منافس، وصرح ان منتخب مصر لا يخشى اي منافس، وشايف ان منتخب مصر هيكون قادر على منافسه البرازيل في المباراه الوديه. رغم انه منتخب مصر لعب البرازيل قبل المباراه دي 6 أو 7 مباريات خسرهم كلهم وسجل في خلالهم هدف وحيد. يعني منتخب مصر في 6 أو 7 مباريات امام البرازيل ما سجلش غير هدف وحيد، وخسر في المباريات كلها امام منتخب البرازيل. الاهلي عارض على كوكا
الاهلي عايز يجدد لاحمد نبيل كوكا ومش عارف يجدد مع احمد نبيل كوكا، فالاهلي عارض على كوكا التجديد لمدة 4 سنوات، الموسم ب20 مليون جنيه. وكوكا شايف ان الرقم ده قليل جدا، رغم ان الاهلي عارض كمان ان في مكافآت في حال تحقيق البطولات وحصد الالقاب، والمكافأة ممكن توصل لكوكا ل5 مليون جنيه. لكن كوكا برضه شايف ان ده لا يناسبه نهائيا، واصر اكتر لما الاهلي عمل عمله يعني ما كانتش ينفع تطلع ولا تحصل من اداره النادي الاهلي، وهي ان الاهلي عايز يرجع اكرم توفيق مقابل 35 مليون جنيه. وهنا كوكا شايف ان ده تقليل كبير جدا جدا من اداره الاهلي، وشايف ان هو كان يستحق رقم كبير زي اللي هياخده اكرم توفيق، وشايف ان هو في النادي الاهلي وان هو مش هيكلف الاهلي رسوم انتقال ولا اي حاجه، والاهلي عايز يديله بس 20 مليون جنيه. فشايف ان ده تقليل كبير جدا جدا، لان الاهلي عايز يدي اكرم توفيق 35 مليون جنيه في الموسم مقابل عودته للنادي الاهلي من تاني. فالنادي الاهلي بيدخل نفسه في مشاكل كبيره يعني ما كانتش ينفع تطلع من اداره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي في الوقت الحالي هو في امس الحاجه للعيبته النجوم القديمه، اللعيبه اللي عارفه ملعب الاهلي، عارفه كره الاهلي، عارفه جمهور الاهلي، عارفه بطولات الاهلي، عارفه قيمه الاهلي، عارفه تيشيرت الاهلي وهي لابساه، اللعيبه اللي هتفرق جدا مع النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي هتحس ان هو حاليا ادارته يعني بتعمل حركات ما كانتش تطلع من النادي الاهلي، وبتعمل اخطاء هيندموا عليها في يوم من الايام. وفي الفيديو ده اتكلمنا عن صفقات الزمالك وصفقات الاهلي، واديتك اهم الاخبار واهم الانتقالات وايقاف القيد السيء لنادي الزمالك ال 17. وصلت لاخر الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.